ازيكم؟ النهارده هنعمل وصفة سهلة هي شيخ المحشي. هحتاج كوسة، لحمة مفرومة، زبادي هابي كيتشن، سوار كريم، بصل وكريمة الطهي وتوم. هبدأ أعصج اللحمة بتاعتي. هحط حبة زيت وانزل عليه بالبصل. اقلب البصل بتاعي تقلبتين. بعد كده هبهره. هنحط حبة قرفة وملح وفلفل. نقلب البصلة بتاعتي بحيث تاخد من طعم البهارات اللي حطيتها، وبعد كده هنضيف عليها اللحمة. هقلب اللحمة بتاعتي مع البصلة لحد ما تتعصج. هنا اللحمة بتاعتي خلاص اتعصجت وشربت ميتها. هتأكد ان هي شربت ميتها كويس قوي. بعد كده هسيبها تبرد حبة. هنا اللحمة بتاعتي خلاص بردت. الكوسة بتاعتي انا مقوراها بحيث ان هي تكون رفيعة، مش بسيب فيها جزء فاضي زي ما بنحشيها بالرز عشان اللحمة بتاعتي مش هتزيد. هنحشي اللحمة في الكوسة. هنا خلصت الكوسة كلها. هبدأ ان انا احمرها. حاطة حبة زيت في الطاسة. انا دلوقتي محتاجة احمر الكوسة بتاعتي لحد ما تاخد لون ذهبي وتكرمش شوية. هنا الكوسة بتاعتي اتحمرت وبقى لونها حلو جدا. ده اللون بالظبط اللي انا عايزاه عشان بيدي طعم حلو جدا بعد كده في الزبادي. هنحضر صوص الزبادي. هحتاج نص علبة الزبادي، دي لتر انا هحتاج نصها بس. نص علبة السوار كريم، وتقريبا كوباية ونص من كريمة الطهي. وهنضيف بيضة. البيضة سببها ان هي مش هتخلي الزبادي بتاعي يقطع مع الغليان بعد كده. هنحط الزبادي. هنحط السوار كريم. وهنضيف عليهم كريمة الطهي. كل ده انا بضيفه على البارد. هنضيف عليهم كمان البيضة. هنقلبهم كويس جدا ونتأكد ان البيضاية اختفت في الزبادي. هضيف عليهم كمان من فصين ل3 فصوص ثوم. هقلبهم كويس. بعد كده هحطهم على النار. هنا المرحلة ان احنا بنحط الزبادي على النار. هقلب في الزبادي كويس جدا، مش هسيبه لحظة واحدة بدون تقليب. واهم حاجة عشان الخلطة بتاعتنا دي تنجح ان احنا مش هنغطي الحلة نهائي. هنبهر الزبادي بتاعنا بملح وفلفل. ان الزبادي بتاعي خلاص تقل وعمل بابلز. هبدأ انزل عليه الكوسة وهعمل لهم التقلية بتاعتهم. التقلية عبارة عن توم ونعناع بس كده. تقريبا 3 فصوص توم تاني.
ومن نص معلقة لتلتين معلقة صغيرة معلقة الشاي نعناع. هنقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما يتحمروا. هنا اتحمروا معايا كويس جدا. هضيفهم على الكوسة ونقلبها، وبعد كده نشوف شكل الطبق في الآخر. دي كانت الوصفة بتاعتنا والشكل النهائي ليها. يا رب تكون عجبتكم، ومستنية أسمع آرائكم.